السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خاوتي إن شاء الله تكونوا بخير على خير. بون جاوني أسئلة بزاف على حرق الدهون وكيفية حرق الدهون وكيفاه نقصوا في الوزن. بون أحسن طريقة وأنا نستعملها شخصيا لحرق الدهون. بون كاينين جماعة قالوا لي اسك لي زونطريمون لي زيكزارسيس اللي نخدموهم في الصالة يحرقوا الدهون، والله ما تكلش عليهم، يحرقوا بنسبة قليلة. وقت تدخل في حرق الدهون كي ترتفع نبضات القلب تاعك من 120 حتى 130 حتى 150، كل واحد والجسم تاعو. انا نفضل التمارين تكون قاسية بأوزان خفيفة. فهمتوا؟ نعاود، تكون التمارين قاسية بدون توقف بأوزان خفيفة. نعطيكم مثال. بون ندير سيركوي نخدم فيه كلش، نخدم باك دورسو ايبول بيسابس تريسابس ابدومينو لي جامب دي مولي وكل ندور على الكور كومبلي سيركوي. ندير اوزان خفيفة وندير تمارين قاسية، تسمى ما نحسبش التكرارات، ما نحسبش. قال ندير باغ اكزومبل 5 سيري، كنت ندير 5 سيري نخدم بيراميد باغ اكزومبل 12 18 6، ولا كنت نفيكسي ندير 5 سيري 15. نو، ندير 5 سيري ماكسيموم. فهمتني؟ حتى الميسكل يقول لك حبس، ما قدرتش. فهمتني؟ حتى توصل للفشل العضلي كما تقولوا له انتم. انا ما نسميهش الفشل العضلي، التعب العضلي. كي تتعب العضله تاعك وترتفع نبضات القلب تاعك وتلحق لمرحله التعرق، ثم تعرف باللي الكور تاعك بدا يحرق في الدهون. وننصح ثاني، قلنا ما تعتمدش على لي موفمون هذو، لي زيكزيرس هذو برك تحرق الدهون. رايح لي زيكزيرس هذو ما يحرقولكش دهون بنسبه كافيه. لازمك الكارديو هو الصح. الكارديو دير كيما نقولوا بحيث انه تحس بالكور تاعك سخن وباللي دقات القلب تاعك ارتفعت، تسماك تبذل في مجهود توصل لمرحلة التعرق، ثم تبدأ عملية الحرق. وهي يعني أفضل طريقة للحرق من اللي ننصح بها أنا هي لامارش، الهرولة، المدة زمنية طويلة. عندك لي زونطريمون ما عندها ما دخلها هذه تاع الجماعة يقولوا لي نونطريني ساعتين، واحد يطريني 4 ساعات، ما كانش منها. عندك 45 دقيقة تكفيك، ساعة با بليس ما عدوش. وشني كي تدخل تونطريني تخدم، دير تمارين قاسية بأوزان خفيفة. نظن الفكرة لحقت، واللي ما فهمش يتصل بيا على الخاص. هذا نهضروا على حرق الدهون عن طريق الكارديو ولا لي زونطريمون، ماشي عن طريق التغذية. التغذية تولي حاجة أخرى. وماذا بكم تزيد تستعمل تعاون روحك الكارنيتيرون ولا ليبوسيس ولا تحرق الدهون وميم طون تحولها لطاقة تزيد تعاونك. فهمت؟ وتهبط شوية في الكارب، مام لي بروتين تهبط. خاطرش كاينين جماعه يقول لك انني مهبط الكارب، والله كاين حتى اللي مكوبي الكارب طول. هي ما كانش منها تكوبي الكارب طول، الجسم يحتاج نسبه كارب ولو قليله. يقول لك واني نطلع في البروتين كيف تسمى ما درت والو. البروتين هذاك راح يتحول لسكر، سكر يتحول الى دهون. لا، لازم يكون كيليبر، لازم يكون كيليبر. وهذه عمليه حسابيه. اللي ما يعرفهاش يدخل يتيليشارجي من بلاي ستور فيتنس بال، تطبيق تاع فيتنس بال، وفي تطبيق عالمي تلقى فيه المعلومات اللي تحوس عليها في الاختصاص هذا. فهمتني؟ الله اعلم. نكون ان شاء الله نكون كفيت ووفيت في الاجابه على السؤال هذا. وللحديث بقيه في فيديو اخر ان شاء الله. بالتوفيق للجميع، تحياتي، سلام.